كيف أصبر وأتحمل ناس معي بالبيت قليلة النظافة؟ تعايشت مع كل شيء غبي منهم لكن النظافة تعبتني كتير. كيف أصبر؟ ناس مو راضيين يتغيروا أبدا ولا عندهم نية للتغيير الأحسن. طيب هنا المشكلة مش في الناس، المشكلة عندك وعندك. رفض الاختلاف ورفض إن شخص يعيش بشكل مختلف عنك علشان عايشين في نفس البيت، فهم محتاجين يعيشوا بمبادئك وقيمك، حتى لو كانت مبادئك وقيمك دي احسن وصحيه اكتر للتعايش، بس ده مش معناه ان انت تقدري تتحكمي في حد. فهنا النقطه انه انت محتاجه ان انت تحترمي وتقبلي المجتمع اللي انت فيه، مش ان انت تروحي مكان تغيري الناس كلها عشان تريحك انت. طب هما ما هو بني ادمين زيهم زيك، ايه المانع ان انت اللي تريحيهم ما دام هي ماشيه كده بقى، ان كل واحد قاعد مع حد لازم يريح التاني. فهنا القبول او الاحترام انه كل واحد ليه، كون ان احنا عايشين مع بعض فكل واحد ليه المساحه بتاعته، ليه طريقه تفكيره، ليه شكل الحياه اللي هو عايز يعيشها. كل واحد يعيش بالطريقه اللي هو عايزها، مش محتاج ان هو يعيش الناس اللي حواليه بالطريقه اللي هو عايزها علشان هو يرتاح. ما تخليك نفسك، عيش انت بمبادئك، عيش انت بقيمك، عيش انت بالطريقه اللي انت مرتاح فيها. مش محتاج تخلي حد يعيش عيشتك، عيش انت عيشتك وسيب الناس تعيش عيشتهم. حط حدود ما بينك وبين الناس. المجتمع دوت بالنسبه لك او بالنسبه لك شايفه ان هو مش مريح وضاغط على اعصابك، غير المجتمع بس ما ينفعش تغير الناس.